لو لاحظت قبل كده إن أي براند في الدنيا أو حتى محل بيبيع أي حاجة هتلاقي إن عنده لوجو موجود من أول اليافطة بتاعته لحد اليونيفورم والباكجينج. يعني على سبيل المثال محل زي بلبن هتلاحظ إن عنده لوجو وألوان خاصة بيه اللي هما الأزرق والأبيض، والحاجات دي موجودة في كل حاجة حرفيا هو بيعملها. حتى كمان بوستات السوشيال ميديا بتاعته بتبقى محافظة على نوعية الحاجات دي. والحاجات اللي احنا قلناها دي كلها اسمها الهوية البصرية. وعشان كده في فيديو النهاردة هنعمل تحدي تصميم هوية بصرية كاملة لبراند وهمي مش موجود يعني. فمن غير كلام كتير يلا نبدأ في الفيديو، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. طيب قبل ما نبدأ أنا حابب أقول إن الفيديو هيكون متقسم لكذا حاجة، وأول حاجة هي تحديد المنتج نفسه وده هيبقى عن طريق ال AI. تاني حاجة وهي اختيار اسم المنتج وده هنفكر فيه. تالت حاجة تصميم اللوجو. رابع حاجة وإن إحنا نحط اللوجو ده في موك أب، ده هيبقى عن طريق موقع موك أب وورلد. وآخر حاجة هي إننا نعمل تصميم سوشيال ميديا للمنتج ده طبعا هيبقى من خلال الفوتوشوب. وعشان أعرف المنتج اللي هعمله هوية بصرية دخلت على جيميناي وطلبت منه إن يديني فكرة منتج. طلع لي بأكتر من فكرة، بس أنا قررت إن أعمل هوية بصرية ليه براند أحذية رياضية. ودلوقتي جينا لمرحلة اختيار الاسم، وبعد تفكير كتير قررت إن الاسم هيكون سبيد من السرعة يعني وكده. في المرحلة دي عملت سكتشات كتيرة، لأ كتيرة جدا، وفي الآخر استقريت على الديزاين ده ورسمته على الإليستريتور، وده كان الشكل النهائي. وعشان أضيف له ألوان رحت للموقع ده وضفت له اللون النبيتي، وده كان الشكل النهائي. دخلت في المرحلة دي على موقع موك اب وورلد وكتبت في السيرش سنيكرز وطلع لي الموك اب ده. حملته وابتديت ان اضيف اللوجو اللي عملته واظبط الوانه بحيث تمشي مع الوان البراند، وده كان شكله في الاخر. طب مبدئيا كده احنا هنجيب صورة الطريق ونحددها بأداة البين تول. بعد ما نخلص تحديد هنختار make selection وندوس اوكي. بعد كده هنجيب صورة المنتج ونخليه اكنه طاير كده ونظبط الابعاد بتاعته. بعد ما نخلص نعمل solid color بنفس لون اللوجو في الخلفية، وهنجيب صورة التكتشر لاير دي ونغير في البلند مود بتاعتها لسوفت لايت، ونحاول نقلل الاوباسيتي بتاعتها. هنروح دلوقتي على الفيدد براش ونخلي شكلها كده ونعمل نيو لاير ونبدأ اننا نرسم الشادو، وما ننساش طبعا الكونتاكت شادو. وعشان نعمل تأثير الحركة أو السرعة على المنتج هنحدد اللاير بتاعته ونبدأ نعمل لها أكتر من كوبي، ومن فلتر بلور موشن بلو ونبدأ نغير في القيمة بتاعته، ونكرر نفس الخطوات على باقي النسخ. وبعد ما نخلص هنقلل الاوباسيتي بتاعت كل واحدة منهم، وفي الآخر هتبقى بالشكل ده. ممكن إن احنا نشيل الزيادات بالبرش في الآخر برضو. وبعد ما نخلص خالص هنجمع كل دول في لاير واحدة عشان يبقوا أسهل في التحكم. ودلوقتي هنجيب صورة للكوتشي بس بزاوية مختلفة، ونبدأ نكبرها ونحطها في الخلفية بالشكل ده. وطبعا هنغير البلند مود بتاعها لسوفت لايت ونقلل الأوباسيتي.
ودلوقتي جه وقت التكست، وده اسم الفونت اللي هستخدمه. وبعد ما نكتب الجملة هنروح على أداة البلند اف ونبدأ نغير فيها شوية عشان التكست يبقى شكله أكنه ممسوح كده. وهنطبق نفس تأثير الحركة أو السرعة اللي عملناه قبل كده على التكست. ودلوقتي هنحط اللوجو، بس قبل ما نحطه هنحدده ونعمله color overlay باللون الأبيض ونخليه موجود فوق على اليمين بالشكل ده. وهنحط تحته زرار order now ونحط أي معلومات تواصل زي مثلا الموقع الرسمي. وقبل ما نخلص هنجمع كل اللايرز كلها في لاير واحدة ونعمل لها كاميرا رو فلتر. وفي الآخر هيبقى معانا الشكل النهائي. وبكده نكون عملنا هوية بصرية كاملة لمنتج، والهوية البصرية دي كانت شاملة اللوجو، موك اب، وأخيرا تصميم سوشيال ميديا. وبكده برضو نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. أشوفك الفيديو الجاي، سلام.